قصة حب وحزن على لاعب من أساطير كرة القدم المغربية، حكيم زياش. هاد اللاعب اللي انتقل مجموعة من الأندية الكبيرة، كنهضرو على أجاكس لأول مرة، وتما غادي يكبر وغيولي لاعب كبير ولاعب يعول عليه وغيجيب بزاف ديال البطولات. وبعد ذلك غادي يقوم بتمثيل المغرب، وبعد ذلك غيقوموا مجموعة من المشاكل داخل المنتخب المغربي، إلا وأنه غادي يتراجع على تمثيل المغرب. وبعد مدة ومدة ومدة حتى جا الكراكي هو اللي رجعوا للفريق. وبعد ذلك كانت مسيرة موفقة في كأس العالم باش وصلوا الربع النهائي. وبعد ذلك لعب في نادي تشيلسي، لكن خيبة أمل أن مجموعة من المدربين ما عطاوهش فرصة اللي هي فرصة كاملة باش أنه يثبت ذاته. لذلك اللاعب باش أكثر كره هذا النادي يوم ما بغى باريس سان جيرمان أنه يقوم بالإعارة ديالو، لكنهم عطاو وثائق مزورة وتعطلوا في الوثائق باش أنه ما يمشيش للنادي فابور وإعارة. وبعد ذلك إذ لم نقل مدة، وهي مدة لم تكن قصيرة ولم تكن طويلة، بمجاراته إلى الدكة وأصبح لاعبا احتياطيا لمدة طويلة حتى جاء الفرج وأعلن، إن لم نقل أنه أعلن مبدئيا على انتقاله إلى النصر. والآن سيصبح لاعبا إلى جانب أكبر أسطورة كرة القدم في التاريخ، إنه كريستيانو رونالدو، كريستيانو البطل، كريستيانو الأبطال، وكريستيانو الألقاب. ومن هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية القصة، قد تكون حزينة بعض الشيء لكنها حقيقة واقعية تثبت ذاتها. أعطيونا الرأي ديالكم في هذه الصفقة، واش هي صفقة ناجحة أو أنها صفقة فاشلة بالنسبة للنصر؟ وحتى القرار ديال زياش واش هو قرار ناجح؟ ما اختارش الميلان وما اختارش كذلك الانتر، مجموعة من الفرق الإيطالية، واختار النادي السعودي. أعطونا رأيكم.